السلام عليكم. اللهم صل وسلم على النبي الكريم. ان شاء الله عليكم كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. نقدم لكم اليوم هذه الوصفة هايلة، جواز بطاطا بالباذنجان المقلي، بزاف بنين وسهل وجمع السل ما شاء الله، والصورة راهي تعبر بذاتها. شوفوا معنا جا بزاف بنين. ان شاء الله تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ان شاء الله حنقدم لكم الفيديوهات بالتفصيل في الايام المقبله ما يتعلق بالفيديوهات تاع الحلويات اللي حطيتها من قبل. ان شاء الله ربي يقدرني ونحط لكم على بركه الله. نشوفوا واش عندنا حبيبات باذنجان وحبيبات بطاطا، قطعتهم شرائح على شكل دائري، غسلتهم بطبيعه الحال. حبيبات طماطم اذا كان متوفر الثوم زيدوا مع الطماطم على بركه الله. دوك نفوتو هنا واش نديرو، نسكرفجو الطماطم تاعنا وندير لها شويه من كمون وشويه الملح وشويه من الزيت باش نقليوها. وهنا عندي قزبر نحطوه ونبداو نقليو البطاطا تاعنا كما راكم تشوفوا. نقليو ثاني الباذنجان تاعنا وكي طيب لاصوص كامل نضيفوا البطاطا ونضيفوا الباذنجان. شوفوا هنا الباذنجان نعطيكم سر باش ما يشربش الزيت معاكم، نضيفو مغرفه فرينه نرمدوه في الفرينه كشغل كيما السردين، نرمدوه في الفرينه ونقليوه. ما يشرب الزيت، ما يجي هكذا معجن بالزيت، ما شاء الله يجي ما شاء الله خفيف بيا هكذا. شوفوا لاصوص تاعنا زدت لها شويه تاع الماء فقط باش ما تجيش ناشفه، باش البطاطا تاعنا والباذنجان يكملوا طيابهم ويمتصوا هذيك البنه. اما هذه الطريقه السهله ان شاء الله هذه الوصفه تنال اعجابكم، ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تتفاعلوا معايا، ان شاء الله تتفاعلوا في قناتي، ان شاء الله اللي ماهمش مشتركين يشتركوا في قناتي. بهذا التقديم البسيط نقدموها كما شفتوها. ان شاء الله هذه الوصفه تنال اعجابكم. الى هنا وصلت الى نهايه الفيديو، الى وصفه اخرى والسلام عليكم.